السلام عليكم. تعادل النادي الأهلي النهاردة مع محمد الحنفي حكم نادي الزمالك الملاكي بعد سنة ونص استبعاد من مباريات النادي الأهلي. عودة النهاردة الحكم الملاكي محمد الحنفي لإدارة مباراة النادي الأهلي مع البنك الأهلي، وساعد في خسارة النادي الأهلي بنقطتين مهمين في بطولة الدوري المصري. حذرنا احنا في الفيديو اللي قبل ده، الشورتس بالتحديد اللي قبل ده قبل المباراة، قلنا يا جماعة النهاردة الأهلي يواجه تحدي كبير اللي هو الغيابات، وأبرزهم إمام عاشور ومحمد الشناوي ومحمد هاني، وأيضا التحكيم، وعلى رأسهم طبعا عودة محمد الحنفي لإدارة المباراة. حذرنا من محمد الحنفي، وده بالفعل اللي حصل في المباراة. بغض النظر عن الأداء السيء أو الأداء المتواضع، النادي الأهلي ما كانش حاضر في الشوط الأول، ولكن حذرنا من التحكيم خباثة التحكيم يا جماعة. إن محمد الحنفي يعمل نفسه مختفي نهائي في المباراة، واختفاء الحكم في المباراة دليل على إن المباراة ماشية بسلاسة والدنيا تمام والحكم ممتاز. لما بيختفي الحكم من المباراة يعني معناته إن إشادة الحكم أدار المباراة بشكل كويس، ولكن يجي في لحظات حاسمة زي مثلا ضربة الجزاء بتاعت طبعا ياسر إبراهيم اللي ما اتحسبتش، ضربة حاجة مؤثرة في نهاية الشوط الأول لم يتم احتسابها. ما رجعش ليه للفار؟ يرجع للفار يا عم، ما رجعش ليه للفار؟ ولكن سيبنا من ضربة الجزاء اللي لم تحتسب، وكانت ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، كانت هتفرق جامد. إنك أنت تطلع الشوط الأول متقدم بهدف مقابل لا شيء أفضل من إنك أنت تطلع بتعادل السلبي. يجي في الشوط الثاني طبعا وهدف ملغي رامي ربيعة طبعا بعد رأسية ولا أروع طبعا، وعرضية ولا أروع من رضا أسليم علشان يترجمها رامي ربيعة إلى هدف للنادي الأهلي. في اللحظة دي بقى يتدخل الحكم الملاكي لنادي الزمالك محمد الحنفي ويرجع للفار. في الأولى ما رجعش للفار، الثانية رجع للفار وقال لك ده في لمسة يد على رامي ربيعة، والكاميرا فضلت تعيد وتزيد وجايبة إيده كده وخبطت على إيده كده وهو عامل إيده كده، يعني حتى مش فارد إيده ولا رافع إيده، وتم إلغاء ثانية إلغاء الهدف للنادي الأهلي. والحاجة الثالثة عطى 7 دقائق وقت محتسب بدل ضايع من الشوط الثاني والمباراة. وللأسف طبعا المفروض إن الحكم لما بيدي 7 دقائق يكمل ال7 دقائق، ادى 5 دقائق يكمل ال5 دقائق. لكن انت ال7 دقائق اللي انت اديتهم لمحمد يا حنفي، اديت 7 دقائق، اصلا ال7 دقائق ضاع منهم يمكن دقيقة ونص او دقيقتين من لعيبة البنك الاهلي، وانت طلعت انذار لاكثر من لاعب، تمام؟ فبالتالي مفروض تزود على ال7 دقائق دقيقة أو دقيقة ونص، يعني بدل ما تلعب 7 دقائق تلعب 8 أو حتى 8 ونص أو 9 دقائق. لكن أنت تيجي الدقيقة 6:55 ثانية تروح مصفر، والكرة كانت لصالح النادي الأهلي، الكرة كانت في نص ملعب النادي الأهلي مع استحواذ لاعيبة النادي الأهلي. يعني إحنا حذرنا يا جماعة، والله ما بنتجنى على الحكم ولا بنحطه كشماعة للنادي الأهلي، ولكن حتى لو الأهلي فاز بالهدف بتاع رامي ربيعة أو سجلنا هدف كنا هنقول يا جماعة الحكم محمد الحنفي دايما في مباراة النادي الأهلي بيظلم النادي الأهلي، لأن هو بيلعب لمصلحة نادي الزمالك، سواء ضربة الجزاء اللي لم تحتسب اللي اتكلمنا عنها أو سواء الهدف اللي تم إلغائه برضه للنادي الأهلي. عامة بغض النظر عن الشوط الأول زي ما قلنا ما كانش يستحق إن هو الأهلي ما حضرش أبدا، يعني باستثناء مصطفى شوبير اللي هو زاد عن مرماه وتصدى يمكن ال3 تصديات محققين، يعني خد إشادة، بالتالي أخذ أصلا أفضل لاعب في المباراة حارس النادي الأهلي مصطفى شوبير. أداء جيد من مصطفى شوبير. النادي الأهلي ما لعبش غير آخر ثلث ساعة في الشوط الثاني، شفنا كذا هجمة، شفنا الهدف اللي تم إلغائه، شفنا رضا سليم. بعدين مارسيل كولر، بالمناسبة مارسيل كولر إزاي واحد زي عمر كمال عبد الواحد في الجبهة اليمين ما تلعبوش؟ لاعب يا عم عمر كمال عبد الواحد طالما محمد هاني مصاب، وعندك برضه يحيى عطية الله. انا والله مش مستبشر خير بيحيى عطية الله. يحيى عطية الله بيعمل كوارث، يعني زي ما شفنا في المباريات الافريقيه كان عمل كارثه، او تقريبا مع الزمالك تقريبا عمل كارثه، والمباراه دي برضو كان هيعمل كارثه في الشوط الاول او بدايه الشوط الثاني، لما اللاعب بتاع البنك الاهلي ما تعرفش ازاي ناحيه اليمين كده طلع منه بسهوله ودخل وكسر على المرمى، وكان راح يعمل خطوره على المرمى لو لما تدخل مصطفى شوبير والكره طلعت الى ضربه ركنيه. عامه ده يا جماعه كل ما يخص تحليل او مباراه طبعا النادي الاهلي والبنك الاهلي. ما تنسوش الدعم المجاني، اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.